صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد فين عند عماد حمدي في المطريه. بصور فيديو كده بعد العيد، اول مره انزل بعد العيد، فقلت ايه الف لكم لفه كده، جوله سريعه في المحل، بحيث ان انا اوضح لكم واركز لكم شويه على الحاجات الجديده اللي انا ما كنتش صورتها الفتره اللي فاتت قبل العيد. فتعالوا نلف الكاميرا ونشوف ايه الجديد عند عماد حمدي، ونشوف ايه كل الخامات المتوفره، ونقول اسعارها على السريع كده واحنا بنصور الفيديو، عشان الناس كمان اللي بتحب تشحن لو عايزه تعرف ايه المتوفر، سواء في اشكال القماش الملايات، سواء في الدفايات، سواء في الكوفرتات، تبقوا عارفين ايه المتوفر الفتره دي. يلا بينا نبدا الفيديو. بس الاول مره بتشوفيني ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. ويلا بينا نبدا الفيديو. هبدا لكم بالدفايات لان يعتبر هو كده ايه، احنا خلاص في نهايه الشتاء، فعايزه اعرفكم ايه اللي متوفر، سواء لو انت حابه تعمليها بكسوه ركنه، سواء لو انت عايزه تعمليها دفايه لسرير. هبدا لكم كده بالجنب ده. الجنب ده سعر المتر فيه 175 يا احمد ولا 165؟ 175. 175. ده الوزن التقيل شويه يا احمد، صح؟ الوزن التقيل. عماد مش موجود النهارده، فهنستعين باحمد اخوه كده في ان احنا ايه نظبط معاكم الاسعار ونعرفكم ايه الاسعار المتوفره. بحاول ان انا ما اطولش عند كل صنف كتير، انا بس عايزه الم لكم كل الخامات المتوفره في المحل عشان تبقوا عارفين ايه اللي متوفر عندي. 280. تعالوا بقى كده نصور الجنب ده. قولي كده يا احمد، دول النبيتي والكافيه دول 280. 280. هو القلم والقلم، قلم عريض وقلم رفيع. تمام. في اللي هو القلم الرفيع كله زي بعضه، وفي اللي هو داخل فيه قلم عريض زي ما انتم شايفين. 230. ده 280. ده استنى، ده 280. ده 280. وده 230. ده 230. ده طيب. 300 البابل. 300. جميع الوانهم. متوفر اتواب، صح؟ ان شاء الله. عندك كده الاوف وايت ده اللي هو كان ب 230 اللي انت قلت عليه. لا، ده الاوف وايت. ما هو ده الاوف. 320. ده غير ده. مش ده زي ده. بص، ده في الوزن، انا كنت كلمتكم على حوار الوزن ده على فكره في الفيديو اللي فات، ان الوزن بيختلف في الخامه. بص، ده لو انت عايزه تاخدي الشكل في الفرش ده ب 230، الا ان ده مثلا 320. فاهمين الفرق قد ايه؟ الفرق 90 جنيه في المتر، بس ده وزن تقيل، ده وزن خفيف. تمام. وده 280 زي ما قلنا، وزنه شويه قريب لده كده، بس الشكل بقى وممكن يكون اتقل شويه في الوزن. ده كده 300. ده 320. اديني بقى المشبحات دي كده 320. يبقى انا من اول الاوفوايت ده كده وانتوا رايحين كده 320، عشان لو انت هتشحني تبقى عارفه ايه الالوان المتوفره والاسعار بالظبط ايه. ده كده الخامه اللي هي بتاعه الكسوه بتاع الانتريهات والركن. عارفين الخامه اللي هي بيبقى فيها مطه شويه اللي بتتباع في الاسواق؟ نازل منها تشكيله عند عماد حمدي، منزله عرضه 170 سم. هقول لكم السعر وكل التفاصيل دي، بس خلينا الاول افرجكم على الالوان، لان ده يعتبر صنف جديد عند عماد، ما كانش بيجيبه اصلا، فحابه ان انا اوقف عنده شويه ونتكلم عنه شويه. الخامه فيها مطه زي ما انتم شايفين اهي، الخامه فيها مطه. حاسه ان النبيتي تقيل شويه، بس اعتقد ان هي صبغات، يعني كل ما اللون يبقى غامق شويه الصبغه بتقل، لان كله سعر واحد. تقدروا تعملوا منه كسوه انتريه، كسوه ركنه، زي ما انت حابه. بس عشان انا اول ما شفته، اول انطباع ليا لما شفته على الجروب، اعتقدت ان هو مفهوش مطه زيه قماش الكوفرتات كده، او القماش الملايات اللي هي بتبقى معموله كابوتينيه، فاعتقدت ان هو يتقص ويتعمل منه كسوه زي بالظبط القماش بتاع الانتريهات اللي بنبقى مفصلينه منه، لكن لا، هو في مطه زي ما انتم شايفين، زي الحاجات الجاهزه اللي فيها مطه وتلبيس، اللي بتبقى جاهزه في الاسواق، اللي بتبقى نازله في التلبيس كده، بتشد على قد ما تقدر في بتاع. بس الرسمه بصراحه لفتت نظري، رسمه حلوه قوي. وده كده الالوان اللي متوفره فيه. سعر المتر فيه 110 وعرضه 170 سم. تعالوا بقى نشوف كده الكوفرتات دي. سعر الكوفرته فيها كام؟ 850. 850. قص ده. بصوا بقى، الكوفرته دي بشراشيب، الماتيريال بتاعها قريب جدا جدا من ماتيريال البتاع ده، الكوفرتات اللي انا كنت مصورها لكم قبل كده، هوريها لك دلوقتي، اللي هي دي تقريبا قريب منها. كنت انا نزلتها قبل كده عندي على القناه. اللي انا عايزه اقوله
ان اللي مغلي الكوفرته دي مش نسبه القطن، يعني نسبه القطن فيها مش عاليه قوي، ده من وجهه نظري، انا بحكم من وجهه نظر انا ان نسبه القطن فيها مش اعلى حاجه، وهي خفيفه على فكره مش تقيله، بس فكره الشعيرات والتربيطه بتاعتها اللي تحت دي هي اللي رفع سعرها. عايزه اقول ان هي على سحب جامد، بس انا لما هاجي اقارنها بالكوفرته دي، لا الكوفرته دي غسيل وفرش اكتر. فاكرين الكوفرته دي اللي انا كنت صورتها لكم اخر 2 منها اهو، بس حابه ان انا اوريها لكم عشان اقول لكم ان لو انا هقارن ماتيريال وخامه وتقل وغسيل واستعمال، فانا شايفه ان دي اتقل وعمليه اكتر في الاستخدام. بس لو انت عروسه بقى وبتبص للشكليات شويه وعايزه حاجه تحس ان انت مميزه فيها، فهتكون الكوفرته دي. طبعا كل حاجه لها سعرها وكل واحد بيختار اللي يناسبه. ده كده الوانها. تعالوا بقى مع بعض نصور. الكوفرته دي بالمناسبه كان سعرها، الكوفرته كانت 480 يا سيد، كانت 480. ممكن ينزل الاشكال التانية منها، الاشكال ينزل منها اشكال تاني، ممكن ما ينزلش مش عارفه. تعالى قول لي بقى يا سيد معلش كده اسعار الكوفرتات اللي فوق دي. كله من اوله لاخره. تمام. يبقى الكوفرتات دي كلها كل الشراشيب اللي متربطه من تحت دي بتبقى على قطنيات، بيبقى فيها نسبه القطن اعلى شويه. تعالى عايزه اوريكم بقى الكوفرتات اللي بشراشيب اللي مش متربطه دي. طبعا بيبقى فيها فتله على فكره، لما بنشدها الشراشيب بتبقى مسويه، طبعا بنسوي الشراشيب من تحت ده في التقفيل. بس عايزه اوريكم حاجه دي كده، الالوان الساده دي اللي في شراشيب مش متربطه يا سيد بكام؟ 350. واللي متربطه بتختلف بس في التربيطه، لكن الماتيريال واحد. بصوا الكوفرته اللي بشراشيب اللي متربطه دي 380 ودي 350. الفرق هنا مش الماتيريال، عشان حد كان سالني على الجروب على الواتس وقال لي يا ام امال في كوفرتات ساده نازله عند عماد حمدي متربطه الشراشيب بتاعتها، هي الخامه والماتيريال ايه؟ هيها نفس الخامه والماتيريال بتاع الكوفرتات، هي بيكا قطن مش بيكا جاكار، لان في خامات تانية هنا بيكا جاكار، بس ده بالمتر يعني ايه؟ يعني تقدري تاخدي منه عدد الامتار اللي انت عايزاه، تعملوا منه كوفرته، تعملوا خداديات، تعملوا مخدات، لكن ده بتبقى كوفرته فرداني، ما ينفعش تعملي يعني ما بيبقاش معاها خداديات او مخدات، بتستخدميها مع الملايه كده لوحدها. الكوفرته البيكا يا سيد، بصوا الكوفرته اللي بالمتر اللي هي الجاكار بيبقى عرض القماش بتاعها تقريبا 2 متر 70 2 متر 80 في الحته دي، 2 متر 35 2 135. بصوا 135 اللي على الجاكار، وبيبقى عرضها عريض شويه، بيبقى فيها شويه لمعه كده زي الجاكار، زي بالنسبه للكوفرته المنقوشه والساده اما اجي عندها دلوقتي اوضحها لكم. اما اللي على قطن اللي هو بيبقى عرضها 2 متر 40 بتبقى ب 125. تعالوا بقى كده مع بعض قبل ما ندخل على الملايات، عايزه افرجكم شويه على الكوفرتات. بصوا الكوفرتات دي الرسومات دي جديده على فكره، الرسمه دي انا اول مره اشوفها، ممكن يكون نزلت قبل العيد، بس انا ببقى قبل العيد بفتره ما بنزلش المحلات لان ببقى بشطب الاوردرات اللي عندي، ممكن تكون كانت موجوده قبل العيد، بس انا بالنسبه لي اول مره اشوفها، اول مره كمان اصورها معاكم في الفيديوهات، فحبيت ان انا اوضحها. بحب الحاجه الكوفرتات قوي اللي بتبقى داخله فيها اللون الاخضر الملكي دي، لانه بحبه في الملايات، هو والدرجات الزيتوني، يعني الدرجتين دول مع الملايات الساده بتاعتها بتبقى شكلها حلو قوي. يعني مثلا عندك الاسترايب المقلم الزيتوني ده لو دخلت مع ملايه مع كوفرته زي كده بتبقى شكلها حلو. كذلك برضو الكوفرته اللي فيها الاخضر الملكي ده، لو اخدت الاخضر الملكي سواء في الاسترايب سواء في الستان، بس هي اقرب اكتر للاسترايب، وفي كمان بتبقى في درجات الملايات العمريه، القماش العمريه المشبح تقدري كمان تاخدي منها. يعني بصوا المشبحات دي مع دي ما شاء الله، بصوا من بعيد تحس ان هي لايقه قوي. هحاول على قد ما اقدر كده ان انا اصور لكم الكوفرتات. طبعا في بيبقى ورا ما شاء الله تشكيل واسع، بس انا مش هقدر افرد في الفيديو ده كوفرتات ولا هفرد ملايات، لان عايزه استعرض لكم بس كل الاشكال اللي موجوده في المحل، سواء من كوفرتات سواء من ملايات، ايا كان كل الاصناف اللي عندي. تعالوا بقى كده انا صورت لكم الكوفرتات، وطبعا زي ما قلت لكم في رسومات كتير ورا، هسيب لكم لينك التليجرام بتاع عماد حمدي اللي عليه كل الكوفرتات دي وهي مفروده. وطبعا الناس اللي بتدخل على التليجرام والتو لا ابحثي واطلعي لحد فوق، لما تيجي مكتوب تحت الصنف كوفرته يبقى ده كوفرته، ملايه عمريه يبقى ده ملايه عمريه،
بتاع ده ميكرو فايبر، يبقى الخامه ميكرو فايبر 3D، وكذلك بقى بيبقى موضح كل صنف تحته اسم الصنف بتاعه وسعر المتر. تقدروا بقى تخشوا على التليجرام اللي هسيبه لكم في اول تعليق مثبت تحت الفيديو، وتشوفوا كل الخامات وكل الاشكال اللي انا بصورها لكم دي. تعالوا بقى اصور لكم العمريه. العمريه هنا في الجنب ده العمريه اللي هو اعلى حاجه في العمريه، سعر المتر فيها 85. وهقول لكم برده سعر الكوفرتات دلوقتي، بس خليني الكوفرتات اللي انا صورتها المنقوشه والساده، بس خلينا استعرض لكم كل اشكال العمريه اللي متوفره. بس رسمتين دول، الرسمه بالذات اللي هي على مش البنك، التانية اللي جنبها اللي فيها دواير، موجودة من أول السوبر تبراك اللي هو أعلى حاجة لحد الباكستاني، وهتلاقوها كمان موجودة اهي في العمرية. بص الرسمة دي حلوة قوي برضو، الرسمة دي جديدة اللي فيها منت، ولو دخل معاها الدرجة المنت اللي في جنبها ده هتهدي الطقم شوية وهتخليه حلو قوي. تعالوا بقى كده نشوف رسومات الأطفال. احنا لسه ما خلصناش على فكرة عمرية البورصة المقفول، بس هحاول ان انا في السريع ألم لكم كل التشكيل اللي عنده. ده كده برضو كعمرية بورصة مقفول، مروحة فوقي ممكن تكون مغيرة الصوت شوية، بس لما نبعد هتبقى ان شاء الله الصوت حلو. بصوا بقى الرسمة دي برضو جميلة، من ضمن الرسومات اللي عجبتني قوي، جديدة. واللون المنت ده على فكرة، اللون المنت السادة ده حلو قوي قوي لما بيتوفر في السادة وندخله مع اي ملايات، بيبقى شكلها اي ملايات داخل فيها منت بيبقى بيودي الطقم، بيهديه شوية، لان ده من الوان الموضة المنتشرة شوية الفترة دي. هصور لكم كمان الاتواب من قدام، لان في كام رسمه هنا في الاتواب عجباني قوي، ممكن ما تكونش واضحه في العرض قوي زي التوب. بصوا بقى الرسمه دي حلوه قوي. الرسمه دي في اوض الشباب جميله، اللي هي فيها رسومات اللي هي شويه كده زي الشغل هندسي شويه كده، بحبه انا شويه في اوض الشباب. تعالوا بقى في رسمتين برضو التانيين، رسمتين دول جداد قوي، لفتوا نظري وشدوا انتباهي، وحبيت ان انا اركز لكم عليه. بصوا بقى الجاكار 135، كل الجاكار. يعني ايه جاكار يا ام امل؟ يعني العرض بتاع التوب بيبقى 2 متر 80 او 2 متر 70، وبيبقى فيه لمعه شويه زي بالظبط ما انتم شايفينها كده في الكاميرا. بصوا اللمعه دي بالظبط زي ما انتم شايفينها، بيبقى فيها شويه لمعه كده زي الستان شويه داخله فيه. طبعا ما بتزحلقش لانها ثابته تقيله جدا، ولا تفتكروا مثلا ان هو ستان تقدروا تعتقدوا ان هو ممكن يكون هيتزحلق من على السرير او كده، لا، هو ثابت جدا وبياخد راحته خالص، وتقيل جدا، كوفرتات تقيله ومحمله. القطن ده مثلا قطن، كوفرتات بيكا قطن، ده سعر المتر فيها 120، وده بيكون عرضه 2 متر 40. ما تلاقيش فيه اللمعه اللي انتوا شايفينها دي، مش بتبقى موجوده فيه، بيبقى على قطن اكتر، يعني نسبه القطن فيه بتبقى اعلى شويه من اللي على جاكار. خليني بقى بالمره كده اخد من هنا الاسترايب واوريكم كل الوان الاسترايب، بس هروح دلوقتي عند الاتواب وهوريكم اكتر الالوان اللي موجود منها اتواب، لان في رسومات كتير ناقصه، في الوان كتير ناقصه في الاسترايب. طيب هصور لكم الاسترايب زي ما قلت لكم، هوريكم الالوان اللي متوفره في الاتواب، بس مش هنقول سعره لان نزل سعر جديد فيه، هو كمان اصلا ما نزلش سعره على الجروب. فالناس اللي هتدخل من اللينك اللي هسيبه لكم في اول هتلاقوه على طول على الجروب. ده كده الستان، الستان قطن على ستان، الظهر بيبقى قطن والوش ستان. ده برضو يعتبر اعلى حاجه في الستان ما شاء الله موجود، عشان في ستان بيبقى خفيف شويه مش حلو، لا الستان والاسترايب ما شاء الله اللي عندي عمال حلوين جدا ومش بستخدم غيرهم، وكل الاوردرات بتاعتي اللي بعملها وتشوفوها على القناه بتبقى من هنا من عندي عمال. زي ما قلت لكم مش هقول لا سعر ده ستان ولا استرايب لانهم هم سعر واحد، فالاسعار الجديده هتنزل على الجروب. ده كده الوان العمريه المشبح بالوانها كلها، تقدر توقفي الكاميرا وتشوفي الدرجات اللي انت ممكن تكوني محتاجاها ايه. سعر العمريه المشبح كام؟ هو بنفس سعر الساده يا علي سعر العمريه المشبح هو نفس سعر الساده، نفس سعر السادة 75. وبرده كل العمريه البورصه طيب خلينا بقى نكمل كده ونشوف كل العمريه. البورصل المفتوح 75 منقوش وساده ومشبح هيبقى 75. اما العمريه البورصل المقفول اللي صورتها لكم فوق قبل ما انزل دلوقتي كانت بكام؟ ب 85 يا مؤمن.
تعالوا بقى مع بعض كده نشوف اشكال حلوه. الملايه دي حلوه، الملايه دي وجديده واول مره اشوفها ما شاء الله عجبتني. تعالوا بقى مع بعض نشوف كل اشكال العمريه البورسل المفتوح. خط السريع كده لان الفيديو هيطول معاكم قوي، فمش عايزه اطوله عليكم. تقدروا بقى زي ما قلت لكم تخشوا تتفرجوا على كل اشكال مثلا عمريه البورصه المقفول. انا كده قلت اسعار، فتقدري لو عايزه تشوفي الاشكال دي كلها وهي مفروضه وواضحه تقدري تدخلي على الجروب، هتلاقي مكتوب تحت العمريه البورصه المفتوح عمريه بورصه المفتوح، اتفرجي فيها براحتك واختاري اشكال اللي انت عايزاه. وطبعا متاح الشحن لكل المحافظات. بصوا الثلاث رسومات دول انا كنت اشتغلتهم قبل كده، بس كنت اشتغلتهم عمريه بورصه المقفول، هما موجودين في العمريه البورصه المفتوح. ده الرسمه المنقطه اللي انا نزلتها لكم الفيديو اللي فات، اللي كنت عاملاها في كفر اللحاف ومعاها الملايه بتاعتها، وكانت طقم كامل. ما شاء الله كانت مختلفه وجديده قوي. حبيت ان انا اديكم كده الرسومات في موديلات ممكن ما تكونش تخطر على بالكم، مثلا ان انا الرسمه دي المنقطه دي ممكن اطلعها في موديل عامل ازاي. بس الرسمه دي برضو حلوه قوي. الرسومات دي برضو المثلثات دي انا اشتغلتها حلوه جدا، اخدتها في البورصه المفتوح وكانت عجباني بصراحه. تعالوا بقى نشوف ايه. نيجي كده بعده على، هخليكم السوبر تبرك للاخر لان هو اعلى خامه في العمريه في الملايات. فخلينا ندخل على الباكستاني. سعر المتر فيه 110 يا علي زي ما احنا. سعر المتر فيه 110، وده المشبح بتاعه، كل الوان الساده بتاعه المشبحه، واشكاله محدوده شويه، لكن نسبه القطن فيه اعلى من العمريه، وبيبقى حلو جدا في الاستعمال ومريح جدا في الصيف. فحبيت برضو ان انا اوريكم الاشكال اللي متوفره منه. تعالوا بقى مع بعض ندخل على السوبر تبراك اللي هو سعر المتر فيه كام يا ام امل. ده قطن صافي 100% وما بيتكشش، وعرض القماش 2 متر 60 يعني تقريبا 2 متر 55. هنتعامل معاه على انه عرضه 2 متر 50. ده كده ما بيكشش زي ما قلت لكم، قطن صافي 100%. ما بينزلش لون، ما بيغيرش الوان خالص، استحاله ينزل لون. فتعالوا بقى مع بعض اوريكم كل اشكال السوبر تبراك المتوفره. وزي ما قلت لكم كل التشكيل، وانت ممكن تعملي بس مقارنه ما بين الفيديو وما بين التليجرام والجروب، بحيث ان انت تقدري بس من الفيديو تعرفي. لو انت شفت رسومات مثلا، نفترض ان انت عايزه تختاري من السوبر تبراك ده، فانت هتلاقي في رسومات خلصانه وفي رسومات مش خلصانه. يعني في رسومات في العرض دلوقتي مش موجوده، ولكنها هتلاقيها موجوده على التليجرام، فتقدري تعرفي ايه الاشكال المتوفره من خلال الفيديو. علشان كده بحاول ان انا اصور لكم كل اشكال الخامات اللي موجوده عنده في المحل، عشان تقدروا تحددوا ايه الاشكال اللي ممكن تكون متوفره. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه. نشوف الميكرو فايبر. الميكرو فايبر بقاله فتره كبيره ما نزلش منه اشكال جديده، فانا حابه ان انا اصور لكم بس ايه الاشكال اللي ممكن تكون متوفره، عشان لو انت حابه تطلبي طقم او اتنين، او حابه تطلبي من الميكرو فايبر. الميكرو فايبر ما فيهوش قطن، بس في بلاستر، ما فيهوش قطن خالص، بس غسيل وفرش زي ما بيقولوا. الخامه طريه وناعمه ومحمله جدا، يعني لو مسكتوها على الطبيعه وانت ما عندكيش خلفيه في الخامات تعتقد ان دي الخامه القطن، لانها محمله وتقيله. ما تنزلش اللون نهائي، غسيل وفرش العمر كله، استحاله اللون يبهت او يحصل له اي مشكله. ما بتكشش طبعا، ما بتوبرش، بس زي ما قلت لكم نسبه البلاستر فيها مش زي العمريه، مش زي الباكستاني، مش زي السوبر تبراك. لا، الحاجات دي بتبقى فيها نسبه قطن. سعر المتر فيها كام؟ سعر المتر فيها 80 جنيه. السري دي مش معروض، السري دي مش موجود في العرض، بس عايزه اوريكم كل الجوبيرات اللي متوفره عند عماد حمدي اللي ممكن تدخليها في الكوفرتات بتاع العروسه. بصوا ما شاء الله، حاول ان انا اقرب لكم الكاميرا كده، لان بسم الله ما شاء الله عنده شويه جوبيرات حلوين. الجوبيره دي انا كنت استخدمتها في الكوفرتات اللي هي بتاعه العروسه اللي كنت نزلتها لكم على القناه. بصوا بقى الكوفرتات دي الاشكال اللي متوفره فيها. دي كوفرتات سعر المتر فيها 200 جنيه. تقيله جدا. طبعا انا عايزه اقول حاجه، ان كل ما هتعلي في سعر المتر في الكوفرتات اللي زي كده، كل ما تعرفي ان وزنها هيكون اتقل، وكمان الماتيريال والملمس وكل حاجه فيها بتبقى حلوه. الخامه بتاعتها تمشي صيفي وتمشي شتوي، لانها فيها ملمس شويه كده زي القطيف. لكن مثلا الاثنين دول لا، الاثنين دول قطيفه، ما يمشوش غير شتوي، ما يمشوش صيفي، لانهم ملمس قطيفه كله اول عن اخر. تعالوا هنا مع بعض. ده كده صيفي، لانها مفارش اللي هي بتاعه العروسه. ده سعر المتر فيها 140. القطيفه دي سعرها كام؟ سعر المتر فيها كام؟ 200.
بنفس سعر الكوفرتات اللي جنبها. ودي رسمة تانية وردة، يعني الرسمة دي اما الرسمة دي هتحس شوية ان هي زي ورقة الشجر. تعالوا بقى مع بعض كده، عايزة اوريكم بس الوان العمرية السادة اللي سعر المتر فيها 75 جنيه. ده كل الوان السادة، ما شاء الله ما شاء الله. عنده الوان السادة العمرية كلها، كل الدرجات اللي تقدري تتخيليها ان شاء الله تلاقيها عند عماد حمدي. يعني على قد ما تقدري هتطلبي الاوردر، او لو هتنزلي تجيبي شغل ليكي هتلاقي الالوان السادة اللي تمشي مع الملايات، سواء من سادة خالص مسح، سواء من مشبحات زي ما انتم شايفين كده. هختم الفيديو على السوبر تبراك اللي هو اعلى نسبة قطن واعلى خامة موجود عند عماد حمدي بالنسبة لقماش الملايات. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.